ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومعاكم النهارده فيديو جديد من قصص المتابعين. النهارده اهو زودت لكم القصص وجبت لكم 8 قصص مش 5 زي المرتين اللي فاتوا، عشان تعرفوا بس قد ايه ان انتوا حبايبي وانا قلبي كبير. لكن الصراحه الحاجه اللي انا بتضايق منها او بزعل منها ان في ناس بتشتكي من المقدمه. طب ايه المشكله لما يكون فيديو تلت ساعه وفي مقدمه دقيقتين او 3 دقايق؟ ما هو انا من حقي كمنشئ محتوى وبعمل الفيديوهات دي بنفسي وبتعب فيها ان انا اطلب من الناس انهم يشتركوا ويعملوا لايك وشير، واطلب منهم انهم يشتركوا في القناه ويشتركوا في صفحه الفيس، وان شاء الله في القريب هيبقى لينا قناه على التيك توك وصفحه على الانستجرام، بحيث لو انت عايز تشوفني هتشوفني هنا، ما شفتنيش هنا هتلاقيني هنا. فان شاء الله الفتره الجايه في تطورات حلوه وفي يعني حاجات كويسه جدا هتعجبكم، فما تزعلوش مني لو بطول في المقدمه وبطلب من الناس انها تعمل لايك وشير للفيديو، لان هو ده الدعم الوحيد اللي الناس ممكن تقدمه لي. يلا نبتدي اول قصه من القصص. بص يا سيدي، بتقول صاحبه القصه الاولى: احنا عايشين من زمان في شقه ايجار قديم في عماره قديمه بقالها اكتر من 30 سنه. الشقه بتاعتنا كانت قبل كده عياده لدكتور اجهاض، واتوقع انها ما كانتش قانونيه. لما بابا وماما خدوا الشقه دي من 18 سنه، اول ما سكنوا فيها كانوا بيحكوا لنا انهم احيانا بغرفه معينه في الشقه كانوا بيسمعوا صوت عياط لاطفال صغيرين رضع، مع العلم انهم اول ما سكنوا فيها كانوا لسه متجوزين جداد وما كانوش لسه خلفوني انا واخواتي. وحكوا لنا كمان انهم اوقات كانوا بيلاقوا على حيط البلكونه طبع لايدين اطفال صغيرين كتير، ولما كانوا يمسحوها كانت تزيد اكتر. المهم بعد فتره جابوا شيخ وقرا قران، ولما خلفوني انا واخواتي بطلوا يشوفوا ويسمعوا الحاجات الغريبه دي، لكن بعد كده بقيت انا اللي بشوف بنفسي الحاجات الغريبه دي. يعني في موقف حصل لما كان عندي 12 سنه، دخلت المطبخ عشان اجيب حاجه من التلاجة، فلقيت اختي الصغيره واقفه في اخر المطبخ. جيت اكلمها ما كانتش بترد عليا، كانت واقفه بس وساكته. ولما قفلت باب التلاجة بصيت مكان ما كانت واقفه وما لقيتهاش، ومستحيل تكون طلعت لان التلاجة قبل باب المطبخ، ولو طلعت كنت شفتها. ولما طلعت من المطبخ لقيتها قاعدة بتتفرج على الكرتون، وسألتها ليه ما كنتش بترد عليا وانا بكلمك، فقالت لي انها بقالها ساعة قاعدة في مكانها وما دخلتش المطبخ. وفي مرة تانية كان عندي امتحانات الشهادة الإعدادية، فكنت بصحى قبل أذان الفجر بساعة عشان أذاكر. وفي يوم صحيت زي ما أنا متعودة ورحت أغسل وشي عشان أصحصح، وأنا واقفة عند حوض الوش سمعت صوت اخواتي البنات الصغيرين كانوا قاعدين بيحكوا ويتهمسوا ويضحكوا مع بعض، وكنت ناوي اروح ابهدلهم ليه صحيوا في الوقت ده، بس لما رجعت على اوضتي كانوا نايمين زي ما سبتهم. ومن يومها ما بقتش اصحى قبل الفجر غير لما صحي بابا معايا. واحيانا كتير بتضيع مننا حاجات كتير في الشقة وما نلاقيهاش، وبعد فترة نلاقيها زي ما كانت في مكانها، مع اننا بندور كتير في نفس المكان لكن ما كانتش بتبقى موجودة. وبس. ولحد هنا خلصت القصة الاولى. تعالوا اقرا لكم القصة التانية. بتقول صاحبة القصة التانية: جدتي الله يرحمها قبل وفاتها جت عاشت معانا مدة، وخلال المدة دي أنا وهي بقينا قريبين قوي لبعض، لدرجة إن كنت بقول لها يا ماما. لما توفت كانت ماسكة إيدي وأنا بتشاهد في ودنها، وبعد الدفنة روحنا بيتنا علشان ناخد العزاء، وأنا كنت تعبانة من العياط وقلت أنام على سريرها، وأنا حاطة راسي على المخدة بعيط ومفتحة عيني، حسيت إني في مكان تاني، ولقيت نفسي قدام قبر جدتي، ولقيتها بتنادي من تحت بتقول: انتوا سبتوني ومشيتوا، انا لسه ما خدتش على المكان، ارجعوا. وفي نفس اللحظة شفت واحد راكب عربية فتح باب العربية وما قفلهوش، ونزل من العربية يجري وحط وشه على التراب زي اللي بيسجد وبيعيط جامد. وسمعت صوت جدتي بيقول: خلاص اهو جاي ونسني. وكل ده اختفى من قدامي لما سمعت صوت تليفون ماما بيرن، ومرات خالي كانت بتتصل تسأل ماما اذا كان خالي جه بيت جدتي ولا لا، لانه روحهم وخد عربيته ومشي من غير ما يقول لها رايح فين، ومش بيرد على تليفونه. قعدوا يدوروا عليه وكلموا الشغل، قالوا لهم في الشغل انه ما جاش، وكانوا قلقانين جدا عليه. فقلت لماما: خالي عند جدتي بيعيط. فسألتني عرفت منين، فحكيت لها على اللي انا شفته، فقالت لي تلاقيكي نمت من التعب، ده حلم. وفي نفس اللحظة تتصل مرات خالي تقول لماما انها اتصلت بالتربي اللي ماسك المقابر لانه يعرفنا، نسأله لو شاف خالي.
فحكى لها انه شافه وقال نفس اللي انا شفته عن خالي، نفس اللي انا شفته في الحلم بالظبط التربي قاله، وقال انه ساب الموبايل بتاعه في العربية، ومن ساعتها مش عارفة ايه اللي انا شفته ده، وما قلتش لأي حد تاني ان شفت ده عشان محدش هيصدقني، ده اذا كان ماما نفسها ما صدقتش كلامي. بس ولحد هنا خلصت قصتنا التانية. تعال اقرا لكم القصة التالتة. بيقول صاحب القصة التالتة: وانا في الجيش كنت طلعت مأمورية الكتيبة، ولما وصلت هناك وخلصت الورق لقيت الوقت اتأخر ومفيش عربيات خارجة من الكتيبة، وعلشان اوصل للطريق بره محتاج ساعة مشي في الجبل. اتصلت بالنقيب عرفته بالوضع واني مش هعرف ارجع الليلة. قال لي خلاص بات وتعالى تاني يوم. رحت على الكانتين بتاع الكتيبة دي، فضلت قاعد هناك قصاد التلفزيون. الساعة جت 11:30 بالليل، لقيت عسكري الكانتين بيقول لي معلش انا مضطر اقفل الكانتين. فقلت له طب مفيش عنبر انام فيه لحد الصبح بس؟ قال لي دور في العنابر هتلاقي اماكن فاضيه كتير. قلت له ماشي. خرجت من الكانتين وماشي بدور على اي عنبر يكون في مكان فاضي، وبالصدفة لمحت من بعيد عنبر منفرد كده، ولقيت عساكر بتجري ورا بعض قصاده ويدخلوا العنبر ويخرجوا. قربت من العنبر لقيت العساكر اللي بتلعب دي دخلت جوه العنبر وسابوا الباب مفتوح، وسمعت صوت ضحك وتخبيط جامد وان السراير بتتحرك جامد. قلت في بالي ايه المجانين دول، هنام ازاي معاهم؟ قربت من العنبر ودخلت العنبر، لقيت اللي بيشدني جامد جوه العنبر وبيرزع الباب. انا اتخضيت ومش شايف اي حاجه خالص. قمت علشان اخرج من العنبر، سمعت صوت ضحك وعياط وتخبيط السراير جامد، وحسيت بناس بتتحرك حواليا بسرعه وفي حد بيشدني جامد. فضلت ازعق واشتم فيهم جامد. فجأة لقيت العنبر نور وما لقيتش ولا سراير ولا عساكر ولا اي حاجه. رحت على الباب عشان اخرج، الباب مش راضي يفتح. فضلت اخبط جامد ان حد يسمعني، مفيش. فجأة النور اتطفى تاني وانا لسه جوه العنبر، وسمعت صوت تخبيط السراير تاني وضحك وصويت وناس بتتحرك حواليا كتير. فضلت اقرا قرآن ونسيت ان الموبايل بتاعي فيه كشاف. قمت طلعته وشغلت الكشاف، وهنا لقيت السراير ظهرت في العنبر وكان بينزل منها دم كتير قوي، وشفت عساكر قصادي بتتحرك ولبسهم كله دم وبيقعوا فوق بعض. فضلت اقرا قرآن اكتر، لقيت الباب اتفتح لوحده. خرجت بسرعة وبصيت لورا كده على العنبر تاني، لقيت عساكر برضه بتضحك وهي بتبص عليا. جريت بسرعة ورحت نمت مع عسكري في خدمته، حكيت له على اللي حصل. قال لي احمد ربنا انك لسه عايش، العنبر ده اتقتل فيه عساكر ومن ساعتها محدش بيدخله وكلنا بنشوف بلاوي فيه. بس ولحد هنا خلصت القصة التالتة. تعال اقرا لكم القصة الرابعة. بيقول صاحب القصة الرابعة: هي مش قصتي لكنها قصة حكتها تيتا عن أيامهم زمان في الأرياف. بتقول جدتي كان في زمان داية وهي راجعة من ولادة بالليل قعدت تريح شوية، جت تحت رجليها قطة حامل، طبطبت عليها وقالت لها ربنا يحضرني ولادتك. عدت الأيام وجه آخر الليل راجل أسود غريب عن البلد ياخد الداية دي لست بتولد. فبتحكي الداية دي وبتقول ان الراجل الاسود ده خدها مكان المفروض انها عارفة انه مكان خلا فاضي، لكنه نزل بيها سلالم وصلتها لحد قصر تحت الارض، وفي نص الاوضة الرئيسية كان في شابة بتولد. الداية عرفتها من شكل عينيها لانها كانت زي البشر لكن عينيها كانت شبه القطة. خلصت عملية الولادة وادوها وهي خارجة كيس فيه قشر بصل وقشر توم، والست او الداية دي مشيت مغيبة لحد بيتها، وكل شوية ترمي من الكيس حبة قشر لحد ما وصلت البيت، وهناك بتبص في الكيس لقيتها قطع ذهب وفضة. الست حكت الحكاية دي وهي على فراش الموت وما تحملتش، وكلها ايام معدودة وماتت. والغريبة انها بتقول ان من لحظة ما الخادم الاسود ده جه اخدها وهي كانت مغيبة تماما وكأنها في حلم وما استوعبتش لحد ما وصلت بيتها. والاكتر غرابة بقى انهم لقوا فعلا في بيتها بعد ما ماتت قطع ذهب وفضة. وبس، ودي كانت نهاية القصة الرابعة. تعال اقرا لكم القصة الخامسة. بيقول صاحب القصة الخامسة: كنت في كمين في شمال سينا من 8 شهور. المهم كانت عربية التعيين انضربت، ومفيش تعيين يعني مفيش أكل. بيني وبين الكمين اللي بعدي 3 كيلو. فكلمت قائد الكمين اللي بعدي وقلت له عاوزين تعيين. قال لي تعالى خد. عملت دورية مترجلة مكونة من 5 أفراد، وخدناها مشي بالفست والخوذة والسلاح لغاية الكمين التاني، وخدنا الأكل. وإحنا راجعين الدنيا ضلمة كحل
ومش شايفين اي حاجة غير الكشاف اللي في الكمين بتاعنا. فاحنا واحنا ماشيين باتجاه الكمين ومش شايفين اي حاجة حوالينا ولا شايفين بعض، المهم سمعنا صوت كلاب كتير بتهوهو وبتجري علينا، بس طبعا مش شايفينهم. الكلاب بقت محوطانا واحنا ماشيين وبتنهش في الشنط اللي فيها الاكل. احنا الستة شبكنا في بعض وفضلنا ماشيين، والكلاب فضلت تنهش في الشنط وتشدها واحنا ماسكينها جامد، لغاية ما الموضوع اتطور وبدأوا يشدوا عسكري من الدورية من النص من رجليه وقعد يصرخ. شدناه ووقف وفضلنا واقفين في مكاننا، وخدت ولاعة من عسكري وولعت، واذا بالصدمة مفيش كلاب ولا ليها اي اثر على الرمل حتى، بس لسه سامعين صوتهم شغال حوالينا برضه. قعدنا نردد آيات من القرآن لحد ما وصلنا، ومن ساعتها والقرآن شغال في الكمين ما بينقطعش، ولو القرآن انطفى كام يوم ورا بعض العساكر والضباط بتشوف وتسمع حاجات غريبة. بس ولحد هنا خلصت القصة ال5. تعال اقرا لكم القصة ال6. بتقول صاحبة القصة ال6: بنت خالتي كانت متعودة تسمع أغاني وهي بتعمل شغل البيت. في يوم كانت خالتي في الشغل وما كانش في البيت حد غير بنت خالتي. كان فيه هدوم عاوزة تتغسل، فأخدتها تغسلها في الحمام وشغلت أغاني وبقت تغني معاها. شوية لقت خالتي دخلت عليها الحمام ووقفت قدام باب الحمام وقالت لها وهي بتزعق: قومي اخرجي من الحمام وما تغنيش فيه تاني ولا تشغلي أغاني. فقالت لها ماشي، بس انت ايه اللي جابك بدري؟ ما ردتش عليها وسابتها ودخلت الأوضة. بنت خالتي خلصت وقامت تشوفها ما لقيتهاش. قالت ممكن تكون مشيت تاني او كده. وفي اخر اليوم مامتها رجعت من الشغل، قالت لها انت كنت رجعتي تاني ولا ايه؟ قالت لها رجعت منين؟ انا ما رجعتش البيت خالص النهارده غير دلوقتي، وطول النهار كنت في الشغل. وبنت خالتي كانت هتتهبل، لان اللي جت كلمتها كانت نسخة طبق الاصل من مامتها، ولو هي مش مامتها امال مين؟ الله اعلم تطلع مين، بس اكيد حد ما كانش عاجبه صوتها الوحش ده في الغنى. ولحد هنا خلصت القصة ال6. تعال احكي لكم القصة ال7. بتقول صاحبة القصة ال7: في شقة جده في أوضة ممنوع أي حد يدخلها، ومن خوف جده وعصبيته كنا بنخاف فعلا نقرب من الأوضة دي. وفي يوم جده ما كانش موجود في البيت، وأنا وأخويا كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، وبصيت لقيت مراته بتحاول تفتح باب الأوضة دي. وبما إني كنت أنا وأخويا صغيرين ومش فاهمين حاجة ما كانش فيه اهتمام خالص مننا. ومرة واحدة سمعنا صريخ عالي قوي وحاجة اتهبدت والنور قطع، ومن الخوف فضلت اعيط، واخويا قام شدني وجرينا بره على السلم واحنا مش فاهمين حاجه، والنور قطع بس في الشقه. وفضلنا قاعدين بره، لقينا جده جاي وشافني عمال اعيط، واخويا كان على وشه الخوف والرعب، فلقيناه بصوت عالي بيبص ناحيه الشقه وزي ما يكون بيكلم حد. بس بما اننا متعودين على جده بيبص على مكان معين وبيتكلم، بس المرة دي كان لهجته فيها خوف، وفضل يقول: هقرا كتاب الله عليك لو اذيت حد منهم. وجري على الشقة، شاف مراته واقعة على الارض بس كانت فايقة وحركتها مشلولة، وكان على جسمها اثار حروق، وفضل يقرا قرآن والنور رجع، وفضل يحاول يفهم ايه اللي شافته. فمراته قالت له انها شافت واحد رقبته مقطوعة أول ما فتحت باب الأوضة، وشافت جسمه كله مولع نار لدرجة جسمها كله بقى فيه حروق من النار اللي كانت طالعة من الشيء ده. ومن ساعتها حلفت ما تدخل الشقة دي أبدا، وما زالت الشقة مقفولة، وجده رافض يبيعها علشان قال لنا إن اللي فيها مؤذي. وأنا بعدين عرفت إن الأوضة دي وقع فيها عامل من العمال وتوفى فيها، وجده من أول يوم سكن في الشقة شافه، بس جده ما شاء الله قلبه جامد وما بيخافش منهم، وبيشوفهم هم وعمار البيت بسهولة، وفي أي بيت بيشوف عمار المكان. وعلى فكرة جده مش ساحر ولا دجال، بس هو عنده شفافية يقدر يشوف الحاجات دي عادي جدا، وبيشوفهم بيتعاملوا ازاي. بس ما قالناش انهم مؤذيين، عمره ما كان بيحكي على اللي بيشوفه. بس انا فاكره في مره زعق لي بصوت عالي وانا كنت ماشيه في الصاله، ومنعني امشي في مكان معين، ولقيته بيكلم حد معين وبيقول له محدش هيدوس على اللي موجودين في الارض وبلاش تاذوهم، دول صغيرين ومش فاهمين حاجه. بس ولحد هنا خلصت القصه ال7. تعالوا اقرا لكم القصه ال8 والاخيره. بيقول صاحب القصة الأخيرة: من حوالي أسبوع سمعت من واحد صاحبي عن بيت مسكون بس من العيار التقيل موجود في إحدى قرى محافظة الشرقية. البيت يبقى بتاع والد صاحبي بس مهجور من حوالي 15 سنة. أولا هقول لكم اللي بيتقال عن البيت. بصراحة الكلام اللي اتقال عليه كتير. في ناس قالت إنه لما اتهجر
في ساحر بقى يروحوا بالليل ويمارس فيه طقوس السحر السفلي، خصوصا انهم لقوا قطط مدبوحة وشمع اسود على باب البيت، واتقال عنه انه لما اتهجر اتسكن بعشيرة كاملة من الجن. ولما سألت واحد روحاني من سكان المنطقة دي قال لي إن البيت فعلا مسكون بعشيرة كاملة من الجن، وحاكم عليهم 2 حكام من الشياطين، وقال لي على أسمائهم، بس الصراحة نسيت لأنه قال أسماء غريبة جدا، وقال لي إن العشيرة اللي في البيت ده للأسف سفلية. بصراحة فضولي دفعني إن أروح البيت، خصوصا إنه بتاع والد صاحبي والمفتاح معاه. طلبت من صاحبي أروح، قال لي ما عنديش مانع، بس دي مخاطرة كبيرة جدا، وقال لي إن البيت فيه شواهد قبور قديمة، وأي واحد من سكان المنطقة بيقف قدامه بالليل يشرب سيجارة مثلا لازم بيحس برعشة قوية في جسمه. فقلت له كل الكلام ده مش فارق معايا وعايز أروح. قال لي ما عنديش مانع، وحددنا ميعاد. وقبل ما أروح البيت حصنت نفسي طبعا بمسك أحمر وبالرقية وبقراءة آية الكرسي والمعوذتان، وتوكلت على الله، وخدت معايا كشاف ورحت. قابلت صاحبي ووصلني للبيت واداني المفتاح، وقال لي اتعامل انت بنفسك وانا هستناك بره، ولو في مشكلة رن عليا او نادي عليا. وصلت قدام البيت وفتحت الباب ودخلت. المنظر من جوه غريب جدا، البيت قديم جدا جدا جدا، وفعلا جواه شواهد قبور قديمة وكراكيب كتير. مشيت ناحية الغرفة اللي بيتقال انها اكتر جزء مسكون في البيت والجن بيظهر فيها على هيئة افاعي. دخلت الغرفة دي كانت مردومة تراب حرفيا، وحواليا كراكيب من كل حتة وشواهد قبور قدامي متغطية بالتراب. اتمشيت في الغرفة بس حسيت بحد بينفخ هوا سخن في ظهري، وسمعت فجأة صوت فحيح تعبان. في اللحظة دي حسيت ضربات قلبي زادت. قريت آية الكرسي على طول وكررت ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 7 مرات. كل حاجة سكتت، بس سمعت صوت عياط واطي جدا. كملت تجول في الغرفة وحطيت ايدي على طرف شاهد قبر. بصراحة ما حسيتش بأي حاجة، وطلعت اتمشيت في بقية البيت، وفجأة سمعت حاجة وقعت، بس كان صوتها ضعيف وعادي زي ما بتبقى قاعد في بيتك وتسمع صوت حلة في المطبخ. كملت تجول في كل أرجاء البيت وصورت الغرفة المسكونة، وبصراحة قعدت أكتر من نص ساعة ومحصلش أي حاجة تاني، وطلعت ولله الحمد. طب مش كنت تخليك جدع وتبعت لنا الصورة دي؟ يلا، على العموم دي كانت آخر قصة من القصص. يا رب تكون القصص دي عجبتكم، وما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير ليه من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولو انتم لسه منضمين حديثا هنا في القناة ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات في ميعادها. فان شاء الله اشوفكم على ألف خير في الحلقة الجاية في فيديو جديد وقصص جديدة من قصص المتابعين، واقول لكم مع السلامة.